كنت أبحث عن شقة للإيجار في أحد أحياء القاهرة، حتى وجدت إعلاناً عن شقة أنيقة وسعرها منخفض على نحو غير مألوف. قبل أن نكمل القصة، اشترك في القناة ليصلك كل جديد من سلسلة أسرار محظورة. ذهبت لمقابلة مالك العقار، لكنه لم يرافقني إلى التتاخيل، بل سلمني المفتاح وقال: تفضل، تفقدها وحدك. ثم قرر. دخلت الشقة، كانت نظيفة ومرتبة، لكنها باردة بدرجة غير طبيعية رغم حرارة الجو في الخارج. ثم سمعت صوت خطوات خفيفة قادمة من إحدى الغرف. ناديت قائلاً: هل يوجد أحد هنا؟ لكن لم يجبني أحد. توجهت إلى الغرفة، فوجدت المرايا معلقة على الجدران من كل جانب، كل واحدة منها كانت تعكس صورتي ما عدا واحدة. اقتربت منها ببطء، وفجأة انطفأ النور بالكامل. خرجت من الشقة مسرعا وأعدت المفتاح إلى المالك، فقال لي بهدوء تام: أنت أول من يخرج منها دون أن يصرخ.